السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة عيد الاضحى، ويا رب كده السنة الجاية كده كلنا نكون موجودين على جبل عرفات. الفيديو ده بقى كان مصور قبل العيد. فقبل ما ندخل بقى الفيديو بتاعنا، لو ما حطيتيش لايك ما تنسيش بقى تحطي لي اللايك الحلو بتاعكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس طبعا عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا بقى ندخل الفيديو بتاعنا. الفيديو ده كنت مصوراه قبل الوقفة بيوم، كنا نازلين نشتري شوية حاجات كده كانت ناقصة للولاد طبعا عشان العيد، لبس العيد وكده. اشترينا لبس بقى حاجات خفيفة كده العيد ده عشان كنا جايبين لبس كتير العيد اللي فات. وهنا كنا بنلبس بقى، وعمالة بقول لسلمى جهزي عشان لما نرجع توريهم بقى انت اشتريتي ايه. فدينا ايه بتقول لا انا مش هوري حد اللبس بتاعي. هنا كنا طبعا بالليل وخلاص كنا جهزنا كده ونزلنا زي ما انتم شايفين. كنا عايزين نصور لكم بقى كل الاجواء كده واحنا ماشيين. بس ما عرفناش يعني، صورنا حاجات وحاجات لا. الدنيا اصلا كانت زحمه خالص، المحلات كلها كانت زحمه. طبعا عشان ما كانش في وقت كتير بقى، خلاص بقى على العيد كان حاجات بسيطه. فاحنا اصلا ما كناش عارفين نمشي اساسا. الجو بقى يعني كان حلو بالليل، فانا ما بحبش انزل اشتري حاجه خصوصا لو لبس وكده بالنهار عشان الجو حر طبعا، فانا بنزل بالليل احسن. ودي احسن حاجه انا بعملها، يعني بكون ماشيه كده ايه منطلقه كده، ويعني الجو بيكون مرطب شويه، بنعرف نشرب حاجه ناكل حاجه، فالدنيا بتبقى لطيفه يعني غير بالنهار خالص. هنا كنا دخلنا كده محل هدايا كده بنشتري حاجه، وبعدين طلعنا بقى بناخد جولة كده في محلات الملابس، واحنا بصعوبة على ما اشترينا لان مش اي حاجة يعني بتعجب الولاد بسهولة. فانا بس وريتكم كده مقتطفات، واحنا بقى اشترينا، ما اشتريتش كمان في اليوم ده، اشتريت حاجات بسيطة ورجعت كملت تاني يوم. رجعنا بقى كنا بالليل، فاحنا عايزين بقى نعمل اكل، يعني ايه عايزين بقى حاجة خفيفة، فانا كان عندي حاجات البيتزا فقلت اعمل بيتزا. كنت عايزة اعملها اصلا بالنهار بس كنا فاطرين متأخر، فقلت خليها بقى بالليل في العشاء على رواقه كده. معايا بقى كيلو من الدقيق زي ما انتم شايفين، وطبعا كيس خميره، فانا حطيت الخميره كده في شويه سكر كده صغيرين وشويه ميه دافيه، وسبتها تتفاعل كده مع نفسها، وبدات ان انا اعجن العجينه بتاعتي. المكونات بتاعتها طبعا هحتاج لبن بودره او لبن عادي، لبن سايب يعني، او اي لبن عموما عشان يخلي العجينه بتاعتي هشه كده وحلوه. وهحتاج نص كوبايه من الزيت هنحطها في الاخر، وهحتاج كمان معلقتين من الخل عشان يخلوا لي العجينه لونها فاتح، وكمان تبقى قطنيه وهشه كده زي ما انتم شايفين، او زي ما انتم هتشوفوا في الاخر يعني. وانا هعمل بقى بيتزا بالخضار وبيتزا بالفراخ، هتشوفوها معايا برضو في اخر الفيديو. بدأت ان انا اعجن بقى في العجينه بتاعتي لحد بقى ما تبقى عجينه ناعمه كده وتكون طريه شويه، وتكون ما بتلزقش. طبعا المية بقى على حسب ما دقيقها، حسب ما دقيقها هيحتاج معاكي. مش هعرف اقولك المعيار بتاع المية بالظبط، هو ده كيلو من الدقيق، فانا بحط المية تدريجي لحد بقى ما احس ان العجينة مظبوطة معايا. الفيديو الجاي بقى او اللي بعده هوريكم بقى احنا كنا شاريين ايه لبس العيد او المشتريات اللي احنا اشتريناها يعني، لان زي ما بقول لكم الفيديو ده كان متصور اليوم اللي انا صورت فيه الفيديو ده، احنا مشتريناش فيه اصلا حاجه، اشترينا بس حاجات بسيطه وما عجبناش حاجه، وقضينا اليوم كله او قضينا الوقت كله تحت عمالين نلف في كل المحلات، ما عجبناش حاجه، فاحنا رجعنا على البيت تاني. ونزلنا بقى تاني يوم، فانا هبقى اصور لكم بقى ايه يعني، مصوره لكم الفيديو بتاع تاني يوم كده بالتفصيل، هبقى انزله لكم بقى في وقت تاني. هنا كنت حسيت ان العجينه بتاعتي شويه كده سايله يعني، فحطيت عليها شويه صغير من الدقيق كده زي ما انتم شايفين، وهنا خلاص بلم العجينه بشويه من الزيت. والعجينه دلوقتي بقى خلاص جاهزه معايا، هغطيها بقى بستريتش او حتى كيس بلاستيك عادي زي ما انتم شايفين كده، واسيبها بقى تخمر وتتفاعل كده براحتها. وهنا كانت العجينه اختمرت معايا. في الوقت بقى اللي العجينه اختمرت فيه ده، انا جهزت الحشو بتاعها، عملت بقى طلعت كده نص صدر فرخه، وعملته زي بصل وطماطم وكده، زي
لا، حطيت بصل من غير طماطم، بصل وفلفل وشويه من التوابل، وقطعته قطع صغيره وعملته على النار زي ما كنت هعمله خلطه بشاميل بالظبط. بس في البشاميل بقى انا ببقى احط عليها طماطم، لكن هنا ما حطيتش عشان كنت عايزه الحشوه تبقى ناشفه كده، ما يبقاش فيها صوص ولا اي حاجه. وشايفين بقى العجينه عامله ازاي، اختمرت بقى، بصوا كانت عامله زي القطن بالظبط. بدأت بقى ان انا اقطعها كور كده زي ما انتم شايفين. انا هعمل بقى بيتزاية كبيرة خالص وبيتزاية صغيرة، والباقي باقي العجينة هعملها ميني بيتزا صغيرة كده. خلاص قطعت الكمية كلها. شايفين بقى كيلو دقيق عامل لي كمية قد ايه. يعني بجد البيتزا في البيت بتبقى موفرة جدا يعني. بدل ما اشتري بيتزا من بره برقم، لا انا يعني ممكن بأقل من الرقم ده اعمل كذا بيتزاية. خصوصا بقى لما تبقى الحاجة موجودة اصلا كمان في البيت، يعني انا مش شاريها مخصوص، فبيبقى ده حاجة يعني حلوة. بحس ان انا عملت بيتزا ببلاش. دي الحشوة الموجودة معايا زي ما انتم شايفين. انا منشفاها مش مخليه فيها اي صوص ولا اي حاجة. وقطعت فلفل كده، وقطعت كمان شرايح طماطم، وطبعا جبنة الموزاريلا في الاخر خالص. مش هحط حاجة اكتر من كده، لان يعني انا عاملاها بيتزا اقتصادية كده بالمكونات اللي موجودة في البيت. زي ما بقولكم انا ما اشتريتش حاجة مخصوصة للبيتزا غير بس كيس الجبنة، بس كده عشان اكون صريحة يعني. جهزت بقى الصواني بتاعتي، بدأت ان انا اديها كده دهنة من الزيت زي ما انتم شايفين. علشان خلاص بقى ابدا ان انا افرد العجينه بتاعتي واسوي بقى البيتزا الفظيعه دي. انا هنا كنت بفرد العجينه، فانا حسيت ان العجينه بتلم مني تاني، فكانت محتاجه انها ترتاح شويه عن كده يعني تحت. يعني محتاجه وقت كمان 10 دقايق ولا حاجه لحد ما ترتاح، عشان ما ترجعش معايا زي ما انتم شايفين كده. فانا هنا بقول لكم ان هي مش بتتفرد، بترجع تاني. ده الميني بيتزا زي ما انتم شايفين. بس ده ميني بيتزا على كبير شويه، مش ما حبيتش اعمله صغير قوي، فانا حبيت اعمله كده يعني. فانا قلت بقى افرد الميني بيتزا الاول عبال ما العجينه التانية تكون ريحت شويه يعني. ده عشان كبيره، فمحتاجه ان هي ترتاح بزياده عشان تتفرد معايا بسهوله وتملى الصينيه زي ما انا عايزه بالظبط. هنا بقى جبت الصلصه بتاعتي وبدات ان انا ادهن كده البيتزا بتاعتي او العجينه زي ما انتم شايفين كده. طبعا خرمتها كلها بالشوكه علشان ما تنتفخش معايا وتعلى. ما ننساش الخطوه دي عشان ما تخلي العجينه كده ما تعلاش معانا وتبقى منفوخه كده وعامله زي العيش. والبيتزاية التانية برضو فردتها خلاص، خدت الصينية كلها زي ما انتوا شايفين. برضو بعيد عليها كده وبخرمها بقى بشوكة كده زي ما انتوا شايفين، عشان ابدأ اوزع عليها بقى الصلصة واحط عليها الحشو بتاعها. في الوقت ده كنت خلاص ولعت بقى الفرن وسبته يسخن عبال ما انا اكون حطيت الحشوة. طبعا احط الحشوة وادخلها الفرن على طول. برضو كده اديت بقى دهنة كده بالصلصة كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى احط كل الحاجات اللي معايا او الحشوه اللي معايا. انا بقى الحاجات اللي ولادي بيحبوها مش بيحبوها ما حطيتهاش. يعني مثلا ما حطيتش شرايح بصل، في ناس بتحط شرايح بصل كده. وكمان ما حطيتش. عايزه اقول لكم اصلا الطماطم دي بيشيلوها وهم بياكلوا ما بياكلوهاش. يعني انا حاطاها بس كده عشان تبقى بيتزا، لكن هم في الاساس ما بياكلوهاش، مش هياكلوها يعني. وما كانش متوفر عندي زيتون، فقلت مش هشتري مخصوص برضو. يعني انا هعمل حاجه كده ايه اقتصاديه زي ما انتوا شايفين، يعني عشان نتعود نمشي نفسنا بالحاجه اللي موجوده، فمش لازم بقى مكونات كتير والكلام ده. والله وكانت احلى بيتزا بصراحه، واكله بقى مشبعه وجميله.
اول صينيه بقى خلصتها، التانية برضو نفس الكلام، فردتها في الصينيه الصغيره دي. وبرضو نفس الكلام، انا سبت لها شويه من حشو الفراخ، حطيتهم بقى عليها. يبقى كده انا عندي البيتزا، الاتنين بيتزا دول بحشو الفراخ. الميني بيتزا بقى مش هحط عليها اي حشو خالص غير حاجات بسيطه، طماطم وفلفل متقطع كده شرايح صغيره. كنت حطيتها بقى، دخلتها الفرن، خدت يعني استوت شويه كده. وقبل ما اطلعها من الفرن بكام دقيقه حطيت عليها الجبنه ودخلتها الفرن تاني. وده شكل الميني بيتزا، شايفين العجينه قطنيه ازاي، وبصوا تحفه. ما بحبش احط عليها الجبنه من الاول وهي عجينه لسه، علشان الجبنه بتسيح وهتاخد لون بزياده، وهتبقى العجينه معايا لسه ما استوتش. فانا بستنى ما العجينه تستوي الاول، وقبل ما اطلعها بدقيقتين 3 بروح حاطه بقى الجبنه ومدخلها الفرن تاني. وهنا كنت بدات خلاص اجهز بقى الاكل زي ما انتم شايفين. يعني واحسن حاجه كمان البيتزا دي مش بتحتاج جنبها اي اضافات، يعني هي بس ايه، حاجه ساقعه وطبق مخلل لو متاح، او جبنه وخيار، او طماطم وخيار او كده. فاحنا حسينا ان الموضوع مش محتاج، فاحنا يعني هي بس كده البيتزا هي لوحدها كانت كفايه. عايزه اقول لكم كلنا وشبعنا، واتبقى منها كمان لتاني يوم. واكله مشبعه وموفره كمان، يعني الطماطم كده كده موجوده، دي موجود كده كده برضو في البيت، يعني ايه، مش مكلفه قوي. وضيعنا يوم بقى وخلصنا من حيره الاكل، وكل يوم هنعمل اكل ايه النهارده والكلام ده. وبوريكم بقى هنا شكل العجينه من قريب، بصوا كانت فظيعه، قطنيه وناعمه، ويعني بصوا خفيفه قوي، يعني تاكليها كده خفيفه، ما فيهاش كلكعه ولا اي حاجه. بس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده بقى، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، واشوف وشكم بخير بقى، ومع السلامه.